هاك معك هذا الكنز الله يجعله لي ولك صدقة جارية. اليوم الإخوان غادي نفتي لكم فوائد سورة الفاتحة العظيمة اللي في غازي هاك معك هذا الكنز الله يجعله لي ولك صدقة جارية. اليوم إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني خصيصا هذا الفيديو على هذا النصاب، وهو خرج كينصب على الناس بالقرآن الكريم، أخرج كينصب على الناس باسم الله الأعظم، أخرج كينصب على الناس بسورة الفاتحة، خرج كينصب على الناس بكاف ها يا عين صاد، خرج كينصب على الناس بحاميم عين سين قاف، أخرج كينصب على الناس. هذا أكبر نصاب. أبو حمزة كان كيسرق قال الله قال النبي، هذا كيسرق باسم الله الأعظم، هذا كينصب على الناس باسم الله الأعظم. اسمعوا ماذا يقول. الإخوان غادي نحكي لكم فوائد سورة الفاتحة العظيمة اللي في أي مرض مفيدة ليه، واللي فيه السحر مفيدة ليه، واللي معقود مفيد ليه، واللي فيه الرجفة وبوتفتاف مفيد ليه، واللي فيه الخوف مفيدة ليه. المهم ما نطولش عليكم الإخوان، ما بقاش غادي نهضر. كاين شي بوتفتاف كثر منك؟ قال لك اللي فيه بوتفتاف. كتعرفوا انتم بوتفتاف الإخوان؟ قولوا لي الله يرحم الوالد واش كتعرفوا بوتفتاف؟ يلا كمل. ديك المقدمة الطويلة ندخل لكم مباشرة الفوائد سورة الفاتحة. أنا غادي نقرأ وفي نفس الوقت غادي نشرح لكم. اسمع مزيان. قال لك: ومن كتب الفاتحة في إناء طاهر وغسلت بماء طاهر ومسح به المريض يده مرة واحدة وموضع الوجع 3 مرات شفي بإذن الله ما لم يحضر أجله. نشرح لكم. يعني كتشدوا سورة الفاتحة كتكتبوها في التبصيل، يعني لن تستعمله يوما، يعني جديد. اسمعوا الإخوان، كتكتب التبصيل لم تستعمله. ما معنى هذه؟ معاملات الشعوذة. تكتب سورة الفاتحة بالتبصيل لم تستعمله، بالتبصيل الصيني. اسمع ماذا يقول. تبصيل جديد، إناء جديد، كتكتبوا بمورد وزعفران، يعني كتشد اللي كيقولوا لي مورد وزعفران. اسمع، كتكتبوا بالماء الورد قرعة مكونة، ماء الورد وزعفران. اسمعوا ماذا يقول بوتفتاف. كيفاش كتشد المورد وكتضيف عليه واحد شويه ديال الزعفران وكتخليه حتى كيطلق، وكتشد قصبه كتنجرها كتولي بحال القلم، وكتبدا كتكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الى ولا الضالين، وكتشد الماء طاهر يعني ماء يكون نقي. كتكتب سورة الفاتحة قبل النقاط، كتعمل غير الحروف. اسمع اش كيقول. نظيف، وكتمسح به هذيك التبصيل، كتشلل به التبصيل وكتشد منه شويه الماء، كتمسح به يديك مره واحده، وكتمسح به بلاصه اللي ضارك مثلا ضرسه او لا كرش او لا سرطان او لا الراس او لا اي بلاصه 3 ديال المرات، فباذن الله سبحانه وتعالى كتشافى من اي مرض باذن الله، وليس باذني وليس باذني. ونزيدكم اسمع معايا عاوتاني مزيان. ومن كتب الفاتحه حروفا مفترقه في إناء طاهر ومحاها بماء المطر، يعني ماء المطر ماشي الماء ديال الروبيني او الماء ديالي، ماء المطر، وسقاها مريضا برا باذن الله، يعني يشربوا. نفسر لك، غادي تشد كيف تقدم في الاول، غادي تشد تبصيل وتكتب سورة الفاتحة حروف مفترقة. ما معنى حروف مفترقة؟ يعني بسم الله الباء بوحدها والسين بوحدها والميم بوحدها، وبقى غادي هكاك تتسالي سورة الفاتحة، ومحيها بالماء ديال المطر، وباش كتكتب فيها بمورد وزعفران، ومحيها بالماء ديال المطر وشربها مريض اي مرض. كتسمع مريض اي مرض كيف ما كان باذن الله سبحانه وتعالى غادي يتشافى. وبلاتي ما كملت لكمش. قال لك: واذا كتبت في إناء كما تقدم، يعني حروف مفترقة، ومحيت بماء طاهر، يعني بلا ما تشتى، ماء طاهر فقط، وشرب منه من به خفقان، يعني الخفقان هو الرشفة والرعدة وبوتفتاف والخوف وكذا. انت هو بوتفتاف، انت غادي نسميك انا الان في التواصل الاجتماعي بوتفتاف.
أنت بوتفتا في النصاب ينصب على الناس بسم الله الأعظم. يلا. والرجفة سكن بإذن الله. سمع كنوز الفاتحة اللي كنعطيهم لك في سبيل الله. سمع مازال ما كملتش. وإن كان سحرا بطل سحره، وإذ كان معقودا حل عقدته إن شاء الله. أنا عطيتكم الكنز، الله يجعل لي ولكم صدقة جارية الإخوان. وكي كنقول دائما وقال لك في الفيديو يا خور، قال لك هذا الماء غتكتب سورة القرآن، من بعد غتمشي تغتسل بذيك الماء. اسمع 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 المنكر، اسمع المنكر. هذه هي معاملات الشعوذة. واش انت غتكتب القرآن الكريم من بعد غتمشي تغتسل به؟ الله أكبر. غتسبو في المرحاض، غتسبو في سيرفيسيو. واش انت غتكتب القرآن في الورقة ولا في التبصيل ولا في شي حاجة، من بعد غادي تمحيه بالماء والزعفران غادي تدوش به؟ من قال لك هذا؟ هذا ما كايناش في الكتاب ولا في السنة. هذا كاين، هذا الشيء كاين في الشعوذة، كاين في السحر، المنجمين المتطفلين. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ذيك الكتاب ديالك مشي بخر به، ذيك الكتاب ديالك مشي بخر بذيك الكتاب ديالك. هذيك الكتاب لا يساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم تكذبون على الناس وتفترون على الله الكذبة وتكذبون على الله سبحانه وتعالى. وكان أبو حمزة كان ينصب على الناس، قال الله وقال النبي، وأنت تنصب على الناس باسم الله الأعظم. أنت اسم الله الأعظم ما عرفوش العلماء الذي قري الدين، قري النحو والإعراب والأصول الدين، وما عرفوش اسم الله الأعظم. جيتي انت اليوم كتضرب كتكمل كارو كتضرب الشيشة، وجيتي غتوري لهم انت اسم الله الأعظم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن هذا منكر. عاد يلا بنتي في التواصل الاجتماعي، ما كنتش معروف. يلا بنتي في التواصل الاجتماعي، اسمعوا وتبعوا الفيديوز ديالو وتشوف في غيصدق هذا السيد. هذا السيد نصاب كينصب على الناس بسم الله الأعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي علاج هنا راه حاطوا لكم تما في اليوتيوب ديالكم هشام وفياض العنوان ديال القناه فيه جميع العلاجات. يعني الناس كيطلبون لنا جميع العلاجات، راه حاطهم لك فابور سبيل الله. ملي كنقول لك دخل، انا كنقول لك عطيني، ما كنقولكش بغيت فلوس من اليوتيوب. دخل شافي راسك وما تنساش تصلي وتسلم على رسول الله. السلام عليكم. غازي هاك تجي معاك هذا الكنز، الله يجعل لي